وجه مدرب نادي شبيبة القبائل شكره لسلطات المغرب التي قال أنها خصصت لنادي القبائل لكرة القدم استقبالا بشكل رائع. وقال المدرب خلال ندوة صحفية: أود قبل بداية الندوة أن أوجه الشكر الجزيل للسلطات المغربية التي استقبلتنا بشكل رائع. وفاز الوداد الرياضي على ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما السبت على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء برسم الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. وتصدر الوداد الرياضي عقب هذا الفوز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، متقدما على شبيبة القبائل ب10 نقاط. وكانت مباراة الوداد المغربي وشبيبة القبائل الجزائري حبلى بالحملات المضادة، حتى تحسب أن المباراة الحقيقية تدور في المدرجات بدل رقعة الملعب. ولم ينسى الوداديون إصرار الجزائريين على منع العلم المغربي من التحليق في الملعب في الجزائر العاصمة قبل انطلاق مباراة شبيبة القبائل والوداد، حين رفض الجزائريون رفع العلم المغربي فأمرت الكاف بإنزال العلم الجزائري. رد المغاربة الصاع صاعين، فانتصبت خريطة المغرب العملاقة في صفحة المدرجات المعفاة من الفرجة، عن يمينها وعن يسارها علم المملكة. حينها أجبر ملايين الجزائريين الذين تابعوا المباراة على مشاهدة الخريطة الحقيقية للمغرب، والتي يهوى النظام الجزائري بترها. درس الوطنية لم ينتهي، فقد كشف الفصيل المساند للوداد عن تيفو من باب الذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، من خلال لوحة حملت شعارين: علمنا في السماء أحمر كالدماء، أكد مكانة العلم الوطني في وجدان المغاربة. ولم يذكر مناصر الوداد بالنجمة الخضراء لأن الأخضر لون الغريم، وإذا ظهر المعنى فلا فائدة في الاخضرار، يقول أحد صناع محتويات المدرجات. وقبل بدء المباراة أقدم المكتب المسير للوداد على مبادرة تضامنية في شهر رمضان الفضيل، حيث قرر أن يكون دخول الجزائريين إلى الملعب بالمجان، شريطة إدلاء كل مشجع بجواز سفره. حينها تبين أن عشرات الجزائريين الذين حلوا بالمغرب لتشجيع فريقهم لا يملكون جوازات سفر جزائرية، ولكن لديهم باسبورات فرنسية.